الاهلي الموسم اللي فات ما كانش بيعمل حاجات فيها سسبنس لجماهيره، لكن الموسم ده هو بداها من بدري، ورجع المقوله الشهيره ذا ماستر اوف ذا سبنس، وكسب انبي او الشرقيه انبي 3-2 في اخر الدقائق بهدف لمحمد مجدي قفشه بالتخصص يعني. لكن اركن بقى نتيجه الماتش واركن اي حاجه، مبروك للاهلي ال3 نقط. احنا عايزين بقى نسال شويه اسئله كده تكمله للموسم اللي فات. يعني دفاع الاهلي مش ده نفس دفاع الاهلي الموسم اللي فات؟ نفس الاخطاء نفس الكوارث بتاعته، وبداها من بدري. اول ماتش استقبل هدفين. تاني حاجه مفيش مدافع هيخرج الاهلي بالكوره، اركن حته الدفاع. في اشخاص بتلعب، انتوا يا جدعان بجد انتوا مين؟ تعالى نبدا. كوكا شفت غلطته في الجول اللي دخل الاولاني؟ ايه القلشه دي؟ اركن. بتلعب بستتين يعني، سيبك بس حته كوكا دي، بتلعب ب2-6 ليه؟ طيب انت ما بتلعبش قدام باير، او ما بتلعبش قدام يا سيدي فريق قوي قدامك، فريق مستغل المساحات اللي في ظهرك، لكن مش فريق بقى انت بتضغط عليك وانت بتعمل وهنلعب بستتين عشان نقفل. ما فيش الكلام ده. ليه بتلعب بيه؟ ماشي اركن. طاهر كله هيقول عليه لعيب ملتزم، بينسند دفاعيا، بيتحرك، بيعمل نوش، جميل، لكن فين بقى مهامه كجناح؟ مفيش. اركن. زيزو انت خسران زيزو في العمق، ما تستناش من زيزو اي حاجه، فزيزو في العمق انت خسرانه، فيبقى زيزو يلعب فين؟ في الجناح اليمين مكان طاهر، وتلعب بعلي محمود في العمق طالما مفيش امام عاشور. فده التركيبه المنطقيه. لكن طبعا هنعمل ايه بقى؟ هنفضل نسال الاسئله دي كل شويه كده. فما علينا يا سيدي، يعني الاهلي كسب بعد محاوله لجلط جماهيره، بس للاسف ما نجحش. فبس كده يا سيدي، نشوفكم الماتشات الجايه. سلام.